السلام عليكم. اهلا بنات خالتي، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وما ناقصكم خير وكل شي لاباس وكل شي هاني مهني، والله فاجيها على الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهنا كيف ما كتشوفوا يا بنات خالتي غادي نشارك معكم هذا الكوتي كاسكروط ديال العشيه. هنا ضفت كاس ديال دقيق الفينو، غادي نزيد عليه 4 الكؤوس ديال دقيق الفرص او دقيق الفرينه، المهم الدقيق باش كتحضري مسمن او الملاوي هو اللي غادي تحتاجي. غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار ديال الخل، والمليحه بطبيعه الحال، وابيض بيضه. غادي نحتاجو البيضه باش ندهنو الوجيه ديالهم او الفصاد، نديرو البيض في العجينه والاصفر نحتفظوا به. يلا هانتوما معايا. وهنا غادي نتكلم مع بنات خالتي اللي ما يكفيهمش الوقيته ديال الصباح، ما كيكفيهمش الوقت. هانتوما يا بنات خالتي، بحكم ان الوليدات كتديهم للمدرسه، كديهم ليكول، عاود تجيبهم تولي تديهم وتولي تجيبهم. راه كاين شي اخت اللي كتمشي 4 الخطرات في النهار، يا غاديه جايه غاديه جايه. عتعولي على راسك تنوضي بكري، سيرتو الوقت اللي يكونوا الوليدات غادي يصبحوا غاديين يقراو، غتنوضي بكري، غتوجدي الفطور. ما تقوليش ما غاديش يفطروا بلا ما ندير الفطور، لا لا لا، وجدي الفطور. غادي تفطروا كاملين، اللي في الدار غادي يفطر، اللي قد على شي حاجه ياكلها، واللي ما قدش صافي يمشي وليداتك فاطرين شبعانين منها، كيركزوا في الدراسه ديالهم. منها انت كتحيدي عليك تماره، كتنقصيه عليك داك الوجبه، كتحيديها وانتي كتوجدي الفطور. تفكري الدوشات شليهم هكا، عندك شي صابون فوتيه يتصبن اولا رقدي ولا شنو كديري ديريه. هذا التصبين حيديه عليك، تفطري وليداتك غادي تديهم ان شاء الله وترجعي بالسلامه. العجينه الا كنتي غادي تعجني، عجني يا بنت خالتي بها بداعي. من بعد القميله الكوكوط ولا شنو غديري الغدا تاني. ثالث حاجه غتفكري التصبين، الا كان فات غادي تشلي وتنشري اولا غادي تنشري، المهم التصبين هانتي تهنيتي منه. اولا وليداتك مشاو فاطرين، ثانيا عجنتي، ثالثا وجدتي الغدا، رابعا صبنتي. شنو يبقى لك؟ طيبي الخبز. انتي كطيبي الخبز الا كانت عندك الدار مجموعه صافي، راكي جامعه الدار، غادي دوزي عليها شي تسيقه خفيفه اولا شي حاجه، شي شطيبه ولا شطبي. كي تسالي غادي تجي مع الوقت قد غادي تمشي على هاد المنهج، على هاد الترتيب، ما غاديش تحيري فيه. غادي تجي ديك الوقيته ديال 11 ونص اولا ديك 12، غترجعي وليداتك ضروري ما كيجيو جيعانين، ما توليش دوري بالفطور. الفطور حيدناه، نزلي الغدا غديهم. انت بغيتي تغداي، كنتي كتسناي مول الدار تسناي، المهم الغدا حطي الغدا للدراري يتغداو. حيدي عليك داك الغدا، فكري في الكوتي ديال العشيه. غادي ديري شي حاجه كتبقى لك ديك 12 الى اولا من ديك 12 ونص الى حتى 2 ونص، فوقاش غادي يرجعوا يقراو ولا ديك 2، هذاك الوقت راه فارغ. فكري في الكوتي شنو غادي ديري لهم مي غادي تجيبيهم من المدرسه، باش غيشربوا اتاي ولا باش غيشربوا القهوه. راه لا حيدتي عليك ديك المساله، راه هذاك فاش كتمشي لنا الفلوس، هذاك فاش كتمشي الفلوس، فاش كتمشي الميزانيه في الكاسكروط ديال العشيه. ماشي انتي جالسه في الدار ما خدامه ما ردامه وكتقولي كندير الغدا، كنعجن الخبز وكندير الكوتي، ما ديريش. تصيبي راسك شاده الصف في الباتيسري على كرواسه اولا شاده الصف عند موز السفنج. لا، حضري الكوتي ديك الوقيته. كيبقاو الوليد صغير كيلعبوا ولا اللي كيخدم شي دوفوار ولا شي تمريره كيديروا، انت كتريقلي المسائل ديالك. كي غادي تديهم مع ديك 2 ونص ولا ديك 2، رجعي ارتاحي مع راساتك، ارتاحي باش من يرجعوا يلقاوك مروحه، باش عاود توقفي وقفه ديال الصح. وهنا كيف ما شفتوا من بعد ما دلكتها مزيان. هنا اختي انا راني كنرش الزيت، رشيت هاد البلاطو وغادي نقطعهم على شكل مسمنات. يلا هانتوما معايا وهانتوما كتشاهدوا تبارك الله. الفيديو راه باين واضح وكيجيو غزالين، وكنتمنىكم ما تنساونيش من لايك
واللي صادفت القناه ديالي لاول مره وعجباتك اختي القناه ديالي، ديري اشتراك وفعلي داك الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي. فيما ننزل شي فيديو جديد يجيك واحد الجرس من عندي. وتبارك الله عليكم، وشكرا شكرا على المشاهدة ديالكم. يلا ديري اشتراك، راه كيكون كحل ردي حمر، راه ساهله ماهله. وشكرا لبنات خالتي، وشكرا لكم دائما، شكرا 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 على التفاعل ديالكم، وشكرا على المشاهده ديالكم. هنا كنحضر هاد الحشوه باش غادي نعمر هاد الرغيفات. هنا شلطت واحد البصله كبيره، شلطتها مليح مليح رقيقه، ضفت عليها فليفله حمراء وفليفله خضراء، وحكيت عليها خيزو، صافي خيزو او جزر اللي عندك ديريه. انا كنقول لك شنو درت رشيشه ديال الملح، غندير شويه الزيت والفلفل الاسود او الابزار فقط. يلا هانتوما معايا، راه تبارك الله كيجيو غزلان، كيجيو مقرمشين يا سلام. وهنا شاطت لي شويه ديال العجينه، ما بقات ليش الحشوه بصح خرجت راسي سلكتها. هذه ثومه بودره، كانت عندك ثومه بودره ديريها، كانت عندك ثومه دريسات ديري واحد 2 دريسات ولا دريس كبير كافه صافي. هنا غادي ندير الزويته وغادي نشحرها تا تنزل، وغادي نضيف واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج، غادي نكون قطعته وشلطته رقيق رقيق باش ما كيبقاش تما مكركب. المهم خصو يتشلض، شلضيه مزيان كوم صراني كنحركها باش كنميلونجي وغادي نغطيها. يلا هانتوما معايا. وإلا مشيتي على هاد المنهجيه بنت خالتي كوني اكيده غادي يبقى لك الوقت. من تجيبيهم مع الخمسه كتكوني مهنيه، القوتي عندك ساهل ماهل، ما كتفكري ما كتخمي، كتنزلي لوليداتك. كان عندك شي تصبين هما كيراجعوا انت كتطوي حداهم وترتبي، ما كان عندك حتى شي حاجه والليل كامل ديالك كنبان لك شي عشاء غادي ديريه، كنبقى لك شي حاجه من الغدا هانتي مهنيه. هادشي اللي كاين كلشي ساهل، غير تلقيها في يد الله وسيري بشويه عليك، راه حتى حاجه ما صعيبه. حنا اللي كنصعبوها على راسنا وحنا اللي كنهزوها من تقالت. دائما تبعي غير الخفيفه، الحاجه الخفيفه سيري معاها. والشغيل ديالك حاولي انك تقسميه. انا زعما مع الاخوات اللي كيقسموا هكا كيف ما كيقولوا الروتينات ديالهم، هاد النهار شنو غندير وغدا شنو غندير وغدا شنو غندير. اما الماكله ولا الطياب راه كتكوني باغيه ديري واحد الحاجه كتصدقي في حاجه اخرى. هذيك المساله هذيك راه بوحدها، غير المهم تكون عندك التقديه ديالك. التقديه ديالك كل مره من تقداي حاولي انك تجيبي كل شيء اللي كتحتاجيه، وحاولي انك اوميمطو تنوعي. دابا انا غادي ندير هاد الرغيفات، انا ما مشيت جبت الفرماج وجبت الشعريه الشينوا وجبت الصدر ديال الدجاج، راني كنت مبرمجه كل مره كنقص موفره صدير ديال الدجاج حيدته ما طيبتوش. كانت عندي الشعريه الشينوا، واحد النهار كنت كنصرف هذه الشعريه من بعد ما فزقتها بالما طايب مليح مليح حتى رطابت، هشيتها في هذا الهشوار مع شويه ديال الزيتون داك المقطع اللي ما فيهش عظيمات، اولا الزيتون داك المقطع لي طرونش، وهشيت كلشي وهنا كنضيفو مع الحشوه. يلا تبارك الله عليكم. وهانتوما معايا كل مره كتنقبي حاجه، كل مره كتنقبي حاجه باش ملي كتشهاي شي شهيوه ديريها لوليداتك كتبداي غير كتهزي كتمشي للبرنامج ديالك شنو عندك في السخره ديالك، ماشي البرنامج ديال الورقه ستيلو ها شنو غنطيب هاد النهار، راه كلشي كيتضرب لنا في الزيرو. بعد شي خطرات كتكوني غديري حاجه كتصدقي في حاجه اخرى، ما كتلقايش ديك الحاجه كاينه كتولي لا هذاك الشيء راه درنا ودرنا. بعدا انا كنقول النظريه ديالي وتبارك الله الاراء كتختلف، ومع احتراماتي للاخوات الجامع بعدا انا ما سلكاتنيش، واللي سلكاتها الله يعاونها. هنا كيف ما شفتوا من بعد ما تشحرات مزيان ضروري ما تصفيها الا كان فيها شي ما ولا باش ما كتضيعلكش هكا ملي كتعمري كتطلق داك الماء. انا راني شحرتها مزيان، راه غير كنشارك معاكم، راها ناشفه ما فيها لا ما لا والو. حتى ديك الشعريه صفيتها في الاول تصفيتها مزيان عاد درتها في الهاشوار. كتكوني مبرمجه مع كوزينتك انت كدوري الشغيل منا ومنا، كتبان لك هذه الشليضه ديريها في شكل وهذه ما صبتيش ما كانش عندك، المهم باغيه ديري شلاضه كديري بصيله ومطيشه كتنوعي كتفني في الطبخ ديالك. الطبخ راه غير فن وكل واحد وكيلبس على قدو.
وكل واحد قالك البس على قدك يواتيك. المهم تكوني فنانه وتعرفي تسلكي راسك، هادشي اللي كاين. حاولي انك تفرقي الشغال. اليوم صبنت ما غاديش نعجن، تكون عندي الخبز في الدار. النهار اللي نعجن ما مشيش للصابون، ما مش... نهار بعدا التصبين والتسياق انا كنخاويهم. النهار اللي كنصبن كنسيق، كيشد داك الماء كنسيق به. اما النهار ديال العجينه ما كنصبنش فيه. نهار العجينه كنشوف الا كاين شي كاطو ولا كاين شي شعيوه ديال الفران كندخلها معاه. هادشي اللي كاين. هنا درت الزيت، درت قياس نص كاس ديال الزيت، درت 2 معالق ديال النشا وكنخلطها مزيان. يلا خلط 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 وغادي ننزلها. عاود واحد الغطير غادي ندير فيه شويه الزيت وغادي نبدا نطلقهم. يلا تابعوني وهانتوما معايا. هادشي اللي كان بنات خالتي. ومن تخرجي تقداي حاولي انك تشوفي اولا شنو عندك وشنو ما عندكش. شوفي شي حاجه تشهيتيها وما كنتيش درتيها لوليداتك، فكري فيها، جيبي لها حويجه معاها في ديك البرنامج ديال التقديه. ماشي حتى تخسري كل شيء تتمشي الميزانيه وعاد تقولي ايه خصني ندير ديك الحاجه عاود تنوضي تدبري لها امورها. هذه لا. عرفي كيفاش تكوني مقاده مقيده، كتقادي امورك وكل شيء كيمشي تمام. كوني العروسه المربوحه ماشي العروسه المخسوره، غير غاديه وكتخسري في المصاريف التافهه. والنهار التالي ما تنزلي حتى شي حويجه من شغل يديك. لا، نمشي غير شويه شويه. وحاجه اخرى، اللي بغات توصل شي حاجه راه غير ترسمها قبل تعينيها، راكي توصلي توصلي بجهد الله وبجهدك توصلي ليها. بجهدك، بجهد الله اولا وبجهدك غادي توصلي ليها. انت غديريها قبالة عينيك، غادي تبني عليها وربي غادي يعاونك وما كيكون غير الخير. هنا كيف ما شفتوا غادي نطويهم كاملين هكا بحال الشكل ديال المسمن وغادي ننزلهم في داك البلاطو. وكنحاول انني نعقل هذه الاولى هذه الثانيه. شتي حتى طويت الطويه الاولى والثانيه. هنا عاد كندير شويه ديال الزيت اللي فيه النشا. حاولوا انكم ما تكتروش منها باش ما تضركمش. كومص هكا وغادي ننزل. والانسان يحاول انه يسلك راسو باش ما كان يسلك راسو. انتي تسلكيها ماشي هي تسلكك. هكا عاود يا بنات خالتي غادي نمشي عاود مع الاخرى. غنبقى غاديه هذه الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه هذه الرابعه هذه الخامسه حتى ستفتهم كومص هكا. كنبقى سرح حتى كيبان لك سطح العمل باش كيجيو رقيقين وكيجيو مقرمشين. يلا ها نتوما معايا وتبارك الله كيف ما كتشوفوا. وراه كل شيء ساهل ماهل، غير خصنا اننا نعرفوا كيفاش نعيشوا الحياة ديالنا داخل البيوت ديالنا او داخل المنازل ديالنا، وكيفاش نوظفوا المسائل. كل حاجة نعطيوها الوقت ديالها. هكا كنسرح هاد السريحة وحدة بالزيت كومص هكا الطوية الاولى. وانا كنجبد تجبد مزيان باش كتجي رقيقة. عاود الاخرى عاد هاد الوسط كندير فيه الزيت اللي فيه نشا وضغطي على دوك الاطراف ضغطي عليهم مزيان. هادوك هما اللي ركزي عليهم، الاطراف ديال العجينه باش ما يجيش غليظه. هكا دابا راه ما كيبان لكم حتى حاجه، غير ديك الشقيقه غير قبلوا صافي على التصوير. انا سحابني كان كيبان ساعه ما كيبانش. كنطلع عليكم غير ديك الشقيقه البلاطو كاع ما كيبان. المهم كتبان الطريقه ديال الخدمه. شفتوا الاطراف حاولي تضغطي عليهم. هنا راني سرعت، كنعياو من نسرعوا في هذا الفيديو كيجي طويل هكا. انا راني كنستفهم باش نعقل على الاولى والثانيه والثالثه باش يجيوني ساهلين في الخدمه.
ندير اللعبه ديال 6 3 4 5 6 اولا شريطه ولا ايباك ولا كيفاش كان كيسميها شحال هادي مي كان الخاطر كان كلشي كيلعب. هذا الفرماج ساندويتش هذا باش غادي نعمر به. هنا كنحلهم وكنزلهم قدامي كيجيوني ساهلين كومصا هكا. دابا غادي نطلق العجينه هذه هي. هنا خصك تركزي معايا مزيان يا بنت خالتي. هنا ضغطي على الاطراف. انا النهار الاول كنت كندير الاطراف ما كنديهاش فيهم كتجي شويه غليظه. لا الاطراف خصنا نضغطوا عليهم مزيان هكا. كندير ديك الحشوه ما فيها العطريه لا والو قوه التخربيق. جبدي لها ودنيها مزيان جبدي لي الودينات باش ما تجيش مصمكه من الداخل بالعجينه هكا. وغادي تقلبيها كومصا هكا. غادي تنزل في الصني بهذه الطريقه. النهار الاول ما كنتش كنضغط انا على الاطراف كانت كتجيني شويه غليظه. بحد الانسان كيخدم كيديرها كل نهار هكا وهكا وهكا كل مره كيدير ديك الحاجه هو كيكتشف وكيتدرب هكا. كندير الفرماج في الاول. كان عندك فرماج مثلث ديريه اللي كان عندك ديريه ما كانش بلا ما ديريه. راه ديك الحشوه كتجي غزاله غزاله غزاله. غير جربوها وما غتندموش. ركزي لي على هاد الودينات هادو جبديهم مزيان هكا هكا كومصا. جبدي لها ودنيها مليح مليح هكا وكتضغطي عليهم باش ما كتجيش مصمكه بديك العجينه من الداخل كتجي شويه غليظه. ضغطي عليها وكنقلب هكا. غادي نستفها في اللاطه اللي غتدخل الفران او الصنيد الفران. دابا غادي نزيد معكم الثالثه. شتي عجينه كي كتطلق غير راسها كتمشي كتجي ساهله. اما باش ديري تمتم وتعمري تمتم راه شويه كتجي الخدمه كتعبك هكا. عاود غادي نجبد داك الطرف لعند هذا هكا هكا وكنقلب. كيجي المنظر زوين منظر عاود بوحديتو كيجي حسن من هذاك اللي كتخليها هكاك على شكل مثلثات ونديروا فيها الزيتونه. عاود هذه كتجي بوحدها كتجي زوينه كتجي سامبل وكتجي غزاله. يلا تبعوا معايا حتى الاخير وضروري غادي تستافدوا. هذا اصفر البيضه درت له الصوجه. كان عندك الصوجه ديريها كان عندك الخل ديريه ما كانش بلا ما ديري حتى شي حاجه غير اصفر بيضه راه كافي. هنا كنخلطوا بديك الشيته وغادي ندهنهم كاملين. يلا خلط خلط خلط. كنخلطوا مزيان مع ديك الصوجه خلطوا مليح مليح وغادي ندهنهم. تا هنا عاود راه كتبان لكم غير ديك الشقيقه كاع ما نتابه حتى المونتاج عاد بانت لي. وكنتمنىكم تقبلوا عليا وتقبلوا على الفيديوهات ديالنا وديروا لنا لايك واللي ما مشتركش يشترك. هنا هذا زيزوار هذا راه جديد وفوتو في البوطه وعاد راني كنجرح به غير هكا بهذه الطريقه. كان عندك شي موس او شي سكين ماضي خدميه هكا. كنفلحهم كنحاول انني ما نوصلش للاخر غير باش ندير الديكور. دهنتهم كاملين وغادي نرشهم برشيشه ديال الجنجلان. كان عندك جنجلان بيض ديريه كان عندك زريه الخشقاش ديريها عندك الزنجلان الاحمر ديريه اللي بغيتي ديريه انتي تفني فيهم كيف ما بغيتي. هنا انا درت الزنجلان الاحمر كومصا هكا كنرش. وبقى لي واحد شويه ديال العجينه وانا غادي نشترك مع بنات خالتي شنو درت بيها. ما خبزتها لا مسمن لا ملاوي. يلا هانتوما معايا. هنا غادي ندخلهم الفران وهنا هادو هما اللي شاطولي. زدت سرحتها وكنقطعها هكا على 3 وليت قطعت في النص كومصا هكا. دابا كنشد داك الطرف لعند الاول ما كنضغطش غير كنرد غير كنرد بحال غير كنطوي
كومس هكا كنرخي يدي ما كنضغطش عليها هكاك كومس هكا. كنديرهم رغيفات غادي نقليهم وغادي نديرهم في العسل. وهاني درت مالح وحلول بنات خالتي، هاني درتكم المالح والحلول تبارك الله بعجينه وحده وجاو غزالين جاو مقرمشين اللي غادي نشارك معاكم. يلا ها نتوما معايا ما تمشيو فين. كومس هكا هذا هو العسل اللي وجدت معاكم، راه تبارك الله كيجي غزال يا سلام. مازال عاقد كنحتاجوا العسل. العسل حاولوا انكم توجدوه في الدار، كتحتاجوه بزاف د المسائل. هكا اللي قليتها كنطفيها في داك العسل. هنا كنبدا نهز غير بالمعلقه هكا الزيت ونرد لها على الوجه، لحقاش ما رانيش كثرت الزيت بزاف تما بقى تما مكركر، لا راني كنحاول انني نقتصد واحد شويه باش ما نضيعش، باش ما يجينيش العجز نقول غادي ندير ديك الحاجه وغادي يستهلك لي داك الزيت وغادي نضيع نصدق ما دايره والو. اللهم نعرف كيفاش ندير، كنقلي غير بشويه وكنعاون بالمعلقه هكا كنهز وندير لها على الوجه ديالها وهي كتطلع، هي كتطلع وكتنفخ كومسا هكا. عاود حتى العسل ما درتش العسل بزاف، ما حدها سخونه انا كنرمي في العسل هي كتشرب. واستفتهم بهذه الطريقه. راهم مقرمشين. هنا كنرش شويه ديال الزنجلان من الفوق. الزنجلان عندي محمر منزله في القريعه ومنقي بطبيعه الحال ومحمر. هنا غادي نشارك معاكم بالنسبه للاخوات اللي كيطيح لهم الشعر، هذا الورد، هذا الورد البلدي. درت شويه ديال الماء وكندير عليه الورد كيغلى. ها هو دابا واضح، هذا غير الورد، قيا 2 دراهم ديال الورد مع وريقات ديال الزيتون. كانوا الوريقات ديال البري كان حسن. البري هذاك البري اللي داير بحال الزيتون كيعيطوا له البري، راه معروف في البوادي. هكا كنغليه معاه هكا كيغلى مزيان وكيبات في داك الماء هكاك مرقد. وفي الصباح كنصفيه وغديريه في واحد البخاخ. النهار الاول رشيه مليح في شعرك وعاد غسليه، نهار اخر رشي غير شويه، ونهار اخر انت غاديه وانت كتنقصي. ها هما زعما راني كنوريكم مقرمشين. القرمشه فيهم كاينه كيف هما كيف الرغيفات ديال العسل وتبارك الله كلشي جا زوين وبصحتنا وبصحتكم. وشكرا لكم على المشاهده والمتابعه وتبارك الله عليكم ما شاء الله. شكرا شكرا شكرا. الى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم.